اليوم نشارك معكم لا كوموند هذه تاع ان كوسكوس بور 10 بيرسون صوص بلانش. تبعوا معايا طريقتي. في لا كوكوط حطيت مغرفه تاع سمن، حطيت لي مورسو تاع اللحم يتقلاو وزدت عليهم البصل. درت 500 غرام بصل مرحي ما يعادل 50 غرام باغ بيرسون. زدت عليهم مغرفه صغيره تاع فلفل الكحل، مغرفه كبيره تاع الملح وزوج عواد قرفه وخليتهم يتقلاو على نار قليله. سالاديه حطيت 1 كيلو 200 تاع الطعام المفتول باليد وغسلته مليح بالماء. نحيت هذاك الماء زايد وصفيته في الكسكاس خليته يقطر شويه. بعد ما يتقلى مليح وهذا هو السر تاع لاصوص باش تجي بنينه، مرقته قسمه غطيته وغلقت عليه في لاكوكو. نحيت طعام من الكسكاس حطيته في الجفنه وخليته زاد شرب شويه. هنا رحت نفوروا التفويره الاولى، ما تنساوش دهنوا مليح الكسكاس بالزيت. بعد ما فار مليح رشيته بالملح من الفوق وبديت نشرب فيه. هنا الطعام المفتول يشرب مليح الماء، نرشو بالماء بالعقل حتى نشوف لا كولور تاعو تبدلت ولا بيض. نخليه يشرب مليح وتقدروا تزيدوا له مام شويه زيت على حساب لا كاليتي تاع الطعام ديالكم. بعد ما طاب اللحم صفيته من المرقه ورميت لي ليغوم، درت اللفت اكثر من القرع وحطيت معاهم حبه تاع فلفل حار باش تعطينا للمرقه بنه. بعد ما نشف مليح الطعام عاود فورتو بوغ لا دوزيام فوا ودهنتو بمغرفه تاع دهان ومغرفه تاع سمن. هذا الطعام جات فيه بنه العراس وبنه زمان، ومهما كانت لا كاليتي تاع الطعام اندستريال اللي تستعملوها الا انه الطعام المفتول باليد لا يعلى عليه. نتلاقاو افيك دوطخ روسيت. سلام.